الفيديو ده بقى لسواقين الميكروباص والتاكسي. خلي بالك لو معاك عربية ميكروباص وخالفت خط السير المحدد بقرار من المحافظ، هنا بتتسحب رخصة القيادة بتاعتك لمدة لا تزيد على شهر. مثلا انت لو من اسكندرية وخط سيرك محطة ابو قير وطلعت على البحر، هنا هتتسحب رخصتك لمدة شهر. اما بقى المخالفة التانية، لو انت عربية اجرة سواء تاكسي او ميكروباص وخرجت بره المحافظة اللي مترخص ليك بيها، يعني لو انت من اسكندرية ورحت القاهرة، رحت دمياط، رحت طنطا، رحت اي مكان تاني بغير ترخيص من المرور، برضو هتتسحب رخصة القيادة بتاعتك لمدة شهر. تالت حاجة خاصة بالعربيات الأجرة اللي فيها عداد زي التاكس، لو في خلل في العداد، هنا بتتسحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة اللي هي رخصة العربية كمان لمدة شهر، ولا يمكن استرداد رخصة العربية إلا بعد إزالة أسباب المخالفة. رابع شرط بيخص الميكروباص والتاكسي، وهو الإخلال بشروط الأمن والمتانة، زي إن الفرامل بتاعت العربية يكون فيها مشكلة، أو إنك تكون ماشي من غير طفاية حريق. هنا هيتسحب منك الرخصتين، ومش هتقدر ترجع رخصة العربية إلا بعد إزالة أسباب المخالفة. فما تمشيش مخالف تاني. وسلام.